باسمي وباسم مجلس جهة جزيرة الحسين الذي أترأسه أرحب بكل ضيوف المنتدى الكرام وأتمنى لهم مقاما طيبا بيننا. وكما لا يخفى علي فقد فتحت حكومة بتوجيهات سامية لصاحب الجلالة دام له النصر والتأييد مجموعة من الأوراق المهيمنة والمندمجة لترشيد إدارة واستغلال موارد المياه وتأمين الغذاء وتنويع مصادر الطاقة، وهذا الالتزام بكل صراحة في المشاريع المتعددة التي حملها برنامج الجهة التنمية للفترة الممتدة بين 2022-2027، وكذلك في المشاريع التي نعمل على تنزيلها مع شركائنا على امتداد أقاليم جهتنا الثانية في إطار مشاريع أخرى التي تهم تنمية مصادر الماء وترشيد استهلاكه والحفاظ عليه، سواء من خلال المساهمة في بناء السدود والأطفال المائية وتحلية المياه البحر ومعالجة المياه العالمة. وهذا الالتزام بكل صراحة في المشاريع المتعددة التي حملها برنامج الجهة التنمية للفترة الممتدة بين 2022-2027، وكذلك في المشاريع التي نعمل على تنزيلها مع شركائنا على امتداد أقاليم جهتنا الثانية في إطار مشاريع أخرى التي تهم تنمية مصادر الماء وترشيد استهلاكه والحفاظ عليه، سواء من خلال المساهمة في بناء السدود والأطفال المائية وتحلية المياه البحر ومعالجة المياه العالمة، أو من خلال المساهمة في مركب اللوجستي الصناعي للمنتوجات الفلاحية ليكسوس العرائش، أو من خلال المساهمة في تنظيم عمليات التوزيع في إطار الأسواق المنتجية وغيرها، أو من خلال تمويل المشاريع الهادفة لتحقيق كل أهداف السابقة في إطار الصندوق الجهوي للاستثمار الموقف، أو من خلال دعم المشاريع المهيئة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامن. بالفعل اليوم الملتقى الثاني ديال نكسوس بعد النجاح اللي تحقق في نكسوس ديال 2022 في الجهه ديالو. اليوم هناك يعني النسخه الثانيه واللي منظمه تحت الرعايه ديال السفينه الله يسر، فهي محطه اولا الذي نقول ان هناك كانت هناك مداخلات ديال 3 وزارات حول اولا ماذا يعني اليوم الحكومه كتبسط يعني كل قطاع شنو كيقدم داخل الحكومه. كذلك حاولنا كذلك المداخله ديالنا نشوفوا ما يمكنش يمكن تكون هناك التقائيه ما بين هاد 3 وزارات اللي اليوم هو التهم ديال نكسوس اللي بينا يتبلور داخل الوطن ديالنا، وكذلك الصعيد الدولي ما هو الامن الغذائي، الماء فاعتقد بان اليوم الاتفاقيه اللي وقعناها هي بدايه لتقرير واحد المفهوم جديد. ما يمكنناش كنهضروا على ما هو كاين اليوم كلها بعض المشاريع. بدينا بواحد المشروع يعني في مدينه العرائش، ومشروع مهم حول بروات ما هو يعني كيفاش يمكن الاتقائيه ديال هذه السياسه الحكوميه ما بين 3 ديال القطاعات، ما هو كيفاش يمكن نضربوا واحد الامن الغذائي، هو كذلك كيفاش نضربوا المناخ يعني اليوم هو مناخ بيئي، وكذلك كيفاش يمكن نشوفوا الاشكاليات ديالنا. لابد ما نقول الشكر الجزيل كل المشاركين ديالنا اليوم هنا فوق 40 يعني جنسيه اللي مشاركين معنا. كذلك غيكون هناك 66 متدخل في طول هذا اليومين ان شاء الله بالخلال، وكذلك هناك ما يفوق على 400 اقتصاد. اعتقد ان هذه محطه مهمه ننتظر المخرجات ديالها باش لتفعيل هذا المنتج ديال نكسوس اللي هو واحد اللي هو جديد، ولكن تعكس الدور الريادي الذي تلعبه المملكه المغربيه في مجالات التنميه المستدامه ومواجهه اثار التغيرات المناخيه على المستوى القاري والدولي. وكما جاء في تلفون السيد الوالي فهنالك كذلك الربط ما بين السد ديال واد المخازن وسد خروفه اللي غيمكن من تسويق 100 مليون متر مكعب لضمان ماء بالنسبه لمدينه طنجه التي ستعرف كذلك محطه لتحليه المياه ان شاء الله ديال 150 مليون متر مكعب، وسيتم بناؤها كذلك انطلاقا من الطاقات المتجدده. التنافسيه ومرونه الاقتصاد، ويتعلق الامر طبعا بالامن المائي والامن الطاقي. واكد النموذج التنموي الجديد على اهميه الطاقه كركيزه وكرهان استراتيجي
وكرافعة لجاذبية بلادنا وتنميتها، وعلى قدرة المجالات الترابية على التكيف مع التغيرات المناخية وحماية الموارد الطبيعية وترسيخ كفاءة الموارد وكفاءة تدوير الموارد، بما في ذلك طبعا الموارد المائية كقاعدة ثابتة. طبعا كاين نموذج مجموعه ديال المشاريع تكلمنا عليهم، اكثر من 400 ميجاوات ديال الطاقه الريحيه المركبه. كاين مجموعه ديال المشاريع اللي هي مبتكره في مجالات الطاقات الجديده والمتجدده، في مجال التدوير ديال المياه بما فيه طبعا المياه العادمه، في مجال تحليه مياه البحر، ومجال المجالات الفلاحيه. فاليوم طبعا كانت ايضا مناسبه باش نعاودو نحثوا على انه خصنا نستعملوا واحد التقائيه ما بين السياسات العموميه باش نربحوا هذا الرهان على احسن وجه، ونعاودوا نركزوا على المكتسبات اللي كاين بحال هاد الجهه ديال طنجه وتطوان وشاسيمه، باش نعاودوا نعطيو واحد الانطلاقه جديده لهذه المشاريع، باش يكون عندنا واحد باش هذه الجهه تعرف توصل للمبتغى ديالها. كما كتعرفوا هذه الجهه ايضا هي جد مهمه للاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه، جهه جد مهمه للسياسه الطاقيه ديال البلاد، لان فنحن امام لحظه حاسمه حيث يتعين علينا جميعا ان نتحمل مسؤوليتنا في ضمان مستقبل اكثر استدامه للاجيال القادمه بشكل مباشر او غير مباشر، لا سيما في سياق التغيرات المناخيه وندره الموارد والتقلبات التي تعرفها الاسواق العالميه. واليوم اطرح امامكم سؤالا حيوي: هل يمكننا الاستمرار في التعامل مع الماء والطاقه والغذاء وكانها قضايا منفصله؟ المقدمة إذا توقيع الاتفاقية يفتح صفحة جديدة للتعاون شكرا لجميع الموقعين. في عالم يواجه تحديات غير مسبوقة، بدءا من تغير المناخ إلى ندرة المياه، ومن الأمن الغذائي إلى التحول الطاقي. أصبح التعاون من أجل مواجهة هذه التحديات ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى. التحديات البيئية والاقتصادية لا تعترف بالحلول، مما يتطلب حلولا عالمية تعتمد على التعاون المتعدد المستويات. ندرة المياه والتصحر وارتفاع مستوى الغذاء الأمن الغذائي أصبحت من التحديات اليومية، والعالم اليوم صار بحاجة إلى حلول مبتكرة لضمان استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.